فإن العديد من المترشحين لرئاسية 18 من شهر أفريل منذ صبيحة اليوم وكذلك منذ الخميس الماضي قاموا بإيداع ملفات ترشحهم تحسبا لهذه الاستحقاقات الانتخابية الجد هامة 18 من شهر أفريل لعام 2019 لحد الساعة. وبحسب آخر المعطيات فإنه أودع أزيد من 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. هل لك أن تضعنا في الصورة عن الوجوه التي قدمت منذ صبيحة اليوم إلى المجلس الدستوري، باعتبار أنه آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون منتصف نهار الأحد؟ نعم، أبرز الأسماء التي مرت من هنا اليوم من المجلس الدستوري زميلتي مجدة ربما هو المترشح الحر اليغديري الذي كان أول من وصل اليوم إلى المجلس الدستوري ووضع طلب ترشحه رسميا. أيضا الشخصية الأخرى التي جاءت إلى هنا وصنعت الحدث هي رشيد نكاز، الراغب في الترشح رشيد نكاز، الذي لا زال هنا الصحفيون تحت وقع الصدمة مما وقع هنا عندما قدم شخص آخر يحمل نفس اسمه رشيد نكاز على أنه هو المعني بالترشح وليس يعني رشيد نكاز الشخصية التي يعرفها كل الجزائريين. أيضا حسب البرنامج الذي قدمه المجلس الدستوري إلى الصحافة ينتظر أيضا أن يتقدم فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 أيضا لتقديم ملف ترشحه رسميا في الساعة 8. أما في الساعة 9 ليلا فمن المنتظر أن حسب البرنامج المودع لدى المجلس الدستوري رئيس مجتمع السين عبد الرزاق مقري التي أعلنت حركته بعد اجتماع مجلس الدستوري مجلس شورى الحركة يومي الجمعة والسبت المنصرمين عن انسحابهما وعد من الرئاسيات القادمة. منذ لحظات المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الدستوري السيد روماني قدم تبريرات للصحافة حول قضية رشيد نكاز، وقال بأن المجلس ليس من صلاحياته إجراء تحقيقات أمنية حول الذين يتقدمون بطلب الترشح. تقدم حسب روماني تقدم إليهم شخص توفرت فيه شروط، تم استقبال الملف من طرفه وتم تقديم إليه وصل الإيداع بكل حسب ما تقتضيه قانون الانتخابات. إليك زميلتي مجد. حمزة كحال، أنت تتحدث عن قضية استبدال المترشح رشيد نكاز الذي قدم قبل ساعات من الآن إلى المجلس الدستوري من أجل إيداع ملف ترشحه، وكما قلت بأنكم فوجئتم بتغييره بشخص آخر لا يعلم من أين جاء. طيب أعطينا التفاصيل. قلت في البداية أنه تم تقديمه على أي أساس وما هو مبرر أو حتى حجة المجلس الدستوري لتقديم هذا الشخص على أساس أنه بديل لرشيد نكاز الذي قدم للمجلس الدستوري من أجل تقديم ملف ترشحه؟ الغريب في الأمر أن رشيد نكاز يعني الثاني هذا يعني المعني بالترشح قال بأنه لا يعلم أنه هو من سيكون المترشح، وكأنه وقع هو الآخر في فخ رشيد نكاز الشخصية التي يعرفها كل الجزائريين، حيث أنه قدم إلى هنا كمرافق فقط إلى أن تفاجأ بأنه هو من وقع على طلب الترشح عند رئيس المجلس الدستوري السيد طيب بالعيز، وبالتالي وجد نفسه بعدها أمام الكاميرات وأمام ضجة إعلامية، وفي الحقيقة بدأ يتلعثم في الكلام وكأنه لا يعلم حقيقة هذا السيناريو. أما المجلس الدستوري فحسب تبريراته كما قلت سالفا زميلتي ماجدة أنه يتعامل مع الراغبين في الترشح بطريقة قانونية. تقدم إليهم شخص رفقة مدير حملة، قدموا ملفا كامل، قبلوه، تم قبول هذا الملف يعني وفق ما يقتضيه قانون الانتخابات زميلتي ماجدة وأيضا القانون الداخلي للمجلس الدستوري. وبالتالي بالنسبة للمجلس الدستوري هي قضية قانونية وليس هناك أي تغليط للرأي العام من طرف المجلس الدستوري، بل أن رشيد نكاز الحقيقي هو من قام بمغالطة الرأي العام. طيب حمزة كحال، ما الذي قاله